طالما مفيش مجموعات لازم احرق دمك، ده كان شعار الاهلي في مباراه سيمبا امبارح. الحمد لله احنا صعدنا النصف النهائي في الدوري الافريقي، لكن زي ما بنقول مفيش دوري مجموعات، الاهلي لازم يديك حته حرق الدم، حته وجع اعصاب، حته تاهل كده بالحروق. احنا تعادلنا امبارح على ارضنا 1-1 ومتعادلين هناك 2-2، بس انت بتبص للمباراه كميه اهداف ما بتضيعش، الاهلي ما بيضيعش كميه الاهداف دي. يعني احنا الحمد لله خلصنا منها من السنه اللي فاتت، وكنا بنحسم المباراه من الشوط الاول، وصناعه الفرص كنا بنسجل منها، يعني بتصنع ثلاثه بتسجل هدف بس. يعني معدل تهديفك كان عالي، لكن المباراتين دول انت حسيت ان الاهلي فيهم بيضيع اكتر ما بيجيب اجوان، وبعدين انت في مباراتين بتستقبل ثلاث اهداف، ده عمرها ما حصلت يعني في بدايه المشوار ومن بدايه السنه اللي فاتت. فده كانت 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 صدمه بالنسبه لنا. ريقنا نشف امبارح واعصابنا اتحرقت امبارح. نفس السيناريو، احنا انت في مباراه الذهاب متقدم 1-0 وبضيع كميه فرص، ومترجم المباراه الشوط الاول احلى ترجمه، والمباراه في ايدك، تنزل الشوط الثاني 10 دقايق ما انت شايف قدامك تعادلهم، هوب كسبهم، هوب انت بقى بحرقه الدم وينرفزوك ونرجع لوجع الاعصاب. الحمد لله تعادلنا سريعا، لكن انت بتعيد نفس السيناريو امبارح الشوط الاول انت نازل. يعني كانت المباراه باينه من شكلها، رامي ربيعه في الهدف، يعني في اول دقيقتين الكره معانا بيبصها لهم روحوا جيبوا جون معاكم محمد عبد المنعم بس. فكانت حرقه الاعصاب باينه من اول المباراه. وبعدين انت عندك الجمهور، يعني الجمهور عمل اللي عليه، والجمهور يعني قدم رسائل حلوه وظبط الكيان امبارح شتيمه، لكن انت يعني في المباراه ابسط الجمهور ده اللي رايح بقى وخليه سعيد ان هو يتفرج على ساعتين فيهم متعب في الاهداف، فيهم متعب في المباراه. لكن انت الشوط الاول بصراحه انت كنت حلو، الاهلي كان حلو، الاهلي كان جميل، بس اللمسه الاخيره ما كانتش مظبوطه. يعني انت عندك بعض الكور قفشه كان بيسدد، يعني كانت محتاجه بصه يخش الكهرباء بيها الجون. عندك حسين الشحات في بعض الكور يلم الاول والتاني وخلاص الزاويه اتفتحت له، بس انت عندك فرص صناعه هدف اقوى من ان انت تسجل الهدف، فكان بيطمع فيها شويه. بيرستاو اللمسه الاخيره ما كانتش مظبوطه، يعني في بعض الكور هو كان رايح هو وجون يعني بيلعب العرضيه مش لحد. تروح لمحمد هاني الكره تخبط في محمد هاني وبعدين تروح للجون، يعني ما بتقفش تحت رجلك. في بعض الكور مثلا زي بتاع الكهرباء الكره بتقع من ايد الجون ما كانتش بتظبط معاه قدامه كده. فالمباراه امبارح كانت يعني عنوانها حرق دم الاهلي او حرق دم جمهور الاهلي، بحيث ان مفيش دوري مجموعات، فالاهلي ايه يتاهل كده بحته في البطوله، بحيث ان انت تحس بعذاب البطوله. لكن ان شاء الله البطوله من نصيبنا. لكن المباراه الجايه مباراه مش سهله، انت هتلعب سان داونز لكن الظروف بتاعتها حلوه. يعني انت رايح تلعب سان داونز هتلعب بقى الساعه 7 هناك، هتلعب عندك هنا في القاهره الساعه 4، لكن انت هنا في القاهره وقدام جمهورك وقدام في ارضك، فهيبقى الحاجات دي كلها في صالحك. لكن مباراه الذهاب هناك ومباراه الاياب عندك، فزي ما بنقول انت رايح تلعب في اجواء هناك مثاليه اول مره هتلعب فيها. ده الطبيعي اللي انت بتبقى عايزه، فمالكش حجج بقى الصبح والنهار والشمس في عينك ومش عارف الكلام ده. فانت رايح المره دي الظروف مهيئه لك. كمان انت عندك حاله طرد عندهم في المدافع بتاعهم، عندك غيابات ليهم 7 لعيبه اساسيه هيكون عندهم شكوك يعني حاولوا المشاركه. انت عندك شلويلي عنده اصابه، المهاجم بتاعهم ده البرازيلي برضو نفس القصه عنده اصابه، ومعدلات تهديف اللعيبه دي عاليه، في لعيبه فيهم مسجله 9 اهداف وصنعه في ال10 اهداف اللي هم مسجلوهم. فانت يعني لا، في فرصه ان انت تروح المره دي تحقق الفوز هناك تحسم المباراه من هناك، فنتمنى ده ان شاء الله. كمان عم كولر امبارح في المؤتمر الصحفي كان شديد شويه، وبمعنى اصح بيوجه رساله للاعيبه كتير، وده حاجه حلوه ان هو بيتكلم على امام عاشور اللاعب في التمرين بيقدم 50%، فانا مش هقدر اشاركه اساسي وهو بيلعب 50% في التمرين. وبعدين هو قال انا حاسس ان هو لسه مصاب، اللعيب ما بيدوش على نفسه، فانا خايف ان انا جازف بيه، فهنعمل له بكره اختبار طبي عشان نشوف جاهزيته في المباراه. ودي رساله لعيبه كتير جدا زي لاعب زي احمد عبد القادر عندك عايز يمشي يروح قطر، لكن زي ما احنا بنقول يعني قدم 100% في التمرين، كولر هيشاركك. كولر عمره ما هيسيب اللعيب اللي هو بيبذل مجهود في التمرين، لانه في الملعب هينزل هياكل اللي قدامه وهياكل من نجيله. فنتمنى ان شاء الله مباراة سان داونز ننسى بقى العك اللي احنا شفناه في مباراة سيمبا ده، رغم ان احنا كنا متفوقين في مباراة الذهاب ومباراة الاياب، بس يعني صناعة الفرص دي ما بتضيعش. وبعدين انت يعني في مباراة سان داونز مفيش مجال ان انت فرصه جات لك جيب جون وشد لحافك ويلا امن دفاعك، ويا سلام لو جبت اتنين وتلاته واربعه. فمباراه سان داونز مفيش فيها رفاهيه، مباراه سان داونز الفرصه اللي هتجيلك ما عادش هتجيلك، بل بالعكس هاتها من الجون بتاعك. فنتمنى ان شاء الله في مباراه سان داونز نعالج كل الاخطاء ديت، لعيبه الاهلي يكون عندها حافز كبير جدا، ما تستناش بقى الوقوف بتاع الخمسه وبعدين نيجي نقول هنرجع عندنا في ارضنا وان احنا نعوض النتيجه، ابدا مش هيحصل الكلام ده. المباراه ديت انت عايز ترد شرفك، عايز يعني تديهم فيما يوجعك. فنتمنى ان شاء الله في المباراه دي الاهلي يحسم فوزه من مباراه الذهاب هناك وترجع القاهره
مرتاح، بتلعب باعصاب هاديه، ما انتش متوتر، ما انتش حارق دم جمهورك، بل الجمهور اللي هيبقى موجود يبقى مبسوط وسعيد وخارج فرحان ان هو كسبان وطلع للنهائي. وعندك بقى جوائز اتكلم، هيبقى ضمنت 3 مليون دولار وانت دلوقتي ضامن مليون و700. فلا انت عايز اكتر، عايز اكتر من كده. فنتمنى ان شاء الله الفوز يكون من نصيب الاهلي في مباراه صن داونز الجايه، ويعوضنا عن حرقه الاعصاب اللي شفناها في المباراتين اللي فاتوا وكميه ضياع الفرص اللي احنا عمرنا ما شفناها بقالنا فتره. عندنا بنكسب ثلاثيات ورباعيات وعايزين نخش في الخماسيات والسداسيات، فانت ما انتش عايز تشوفها في المباراه الجايه.